Les Allemands, ici en Algérie, pas de bleu. C'est Coca-Cola. Un sou, comment faire? احسبوا في كده السو. اروح هذا. بسم الله. عاود لك يا حبيبي. عاود لك. انت ها. شي عسراس دخل. Les Allemands, ici en Algérie, pas de bleu. C'est Coca-Cola. اروح لك يا حبيبي. اروح اتولد اروح. ولا يا حبيبي ولا يا. بزاف ديال الفيديوهات وصلوني ديال هذا الاخ هذا وانتشروا له الفيديوهات ديالو، لان ما عملش غير فيديو واحد بمناضه ولا بمشروب غازي ولا بعصير، عمل فيديوهات عده بالماء، ما خلى ما خوا في الريزرفوار ديال ادبلو، والناس وقع لهم واحد اللبس، واحد المغالطه، واحد فقدوا الثقه في النظام ديال ادبلو. نظام ادبلو ما بقاتش عنده مصداقيه عند بزاف ديال الناس، وانا مأكد بان الناس اللي شافوا راه كاين واحد النسبه منهم اللي مشاو حتى هما خواو الماء اولا خواو مشروب غازي. يعني المداخله ديالي غادا تكون عندها كترتكز على محورين. المحور الاولاني هو غادي نشرح للاخوان علاش هذا السيد كيخوي اي سائل في ريزرفوار في خزان ديال ادبلو، والمحور الثاني ديال المداخله غادي يكون ميساج رساله لهذا الاخ هذا اللي كيقوم بهاد الفيديوهات هادو. اولا غادي نبداو بالرساله الاخ بغيت نقول لك خاص تكون عندك واحد رساله نبيله، وتكون عندك واحد الهدف يكون حتى هو يكون سامي وراقي. يعني مزيان انك دير فيديوهات، ولكن ما تدخلش الناس في متاهات، ما تغلطش الناس، ما تغلطوهمش، الطريقه ديالك اللي كتعمل بها الفيديوهات راه بزاف ديال الناس راه صدقوا هذيك القضيه ديال اي اللي كيدعملوا في الريزرفوار ديال ادبلو، وشحال من الناس خرجتي لهم على السيارات ديالهم. لان هاد لا ما عملتيش الادبلو في النظام في السيركوي ديال ادبلو، درتي اي اللي كي اخر راه كتخرج على لانجيكتور ديال ادبلو، كتخرج على لا بومب اللي كاينه في الريزرفوار ديال ادبلو، كتخرج على الكاتاليزور ديال ادبلو، كتخرج على لا كان قبل الفاب كتخرج على الفاب. يعني الله يهديك، الرساله ديالي هي ما يكونش كيهمك غير عدد المشاهدات، والهدف ديالك هو دير ضجه بالفيديوهات ديالك ولا هذا. مزيان انك تكون عندك واحد الهدف، انك تكون بروباغندا ديالك، مثلا اشهار المحل ديالك وتحسين السمعه ديالك، واخا هذا يعني هدف نبيل وشريف، ولكن بالطريقه باش كديروا يا اخي راك غادي تحمل الوزر ديال الناس ديال اللي خرجوا على النظام ديال ادبلو، اللي خرجوا على السيارات ديالهم اتباع الفيديوهات ديالك. وكما قلت لكم الاخوان بزاف ديال الكليان ديالي وبزاف ديال الاصدقاء وبزاف ديال الناس كيسردوا لي الميساجات في هاد الفيديوهات ديال هاد الاخ هذا، لان ما قامش بفيديو واحد اللي هو اللي شفتو، قام فيديوهات عده استعمل فيها الغازات المشروبات غازيه، كاين اللي استعمل فيها تيو ديال الماء وبقى كيعمر حتى كيبقى يخرج من الريزرفوار، استعمل العصير، ما خلى ما استعمل هذا السيد هذا. والفيديو ديالو انتشر بطريقه يعني بطبيعه الحال منطقيه. علاش؟ لان الناس كلهم ما كرهوش ما يبقاوش يشريو الادبلو ويعملوا الماء، وما كرهوش تكون النظام ديال الادبلو يكون اكذوبه، ولكن هو حقيقه ونظام قائم بذاته، ونظام خاصو يتماشى معه ويتعامل معه كما خرجوا المصنع وكما كيوصي به المصنع. اذا اخي هذه هي الرساله ديالي. يعني الله يهديك، ما تغلطش الناس، لان الناس كما كتعرف راه بين قوسين جاهلين واميين في ميدان لا ميكانيك، في ميدان السيارات. لذلك ما تستغلش هذا الجهل وهذه الاميه ديالهم وعدم المعرفه، وانك تطعمهم بهذه الافكار هادو ويمشيو الناس يخرجوا على السيارات ديالهم. ثاني حاجه نقول للاخوان بان هذه الفيديوهات اللي كيعمل هذا الاخ هذا كيعمل فيديوهات هي فعلا يمكن لك تعمر الريزرفوار بمشروب غازي، بالماء، بالعصير، باي حاجه بغيتي، ولكن بشرط هو انه يكون النظام ديال ادبلو انولي، يعني غير مشغل. شنو معنى ذلك؟ هذا السيد هذا ملي كيعمل لنا الماء وكيعمل مشروب غازي في الريزرفوار ديال ادبلو، الادبلو هذاك الليكيد كيبقى غير في الريزرفوار،
راه ما كيتانجيكتاش، ما كيدوش الانجيكتور وما كيدوش الكاتاليزور وما يعني نظام غير مشغل. شنو المعنى ديالو؟ نزيد نوضح اكثر. هاد الاخ هذا الحاجه الجانب اللي خلاه خفي في الفيديوهات ديالو ما بينوش هو الجانب انه كيلغي هاد النظام هذا بطريقه الكترونيكيه. شنو المعنى؟ انه كيبدل السوفتوير ديال الكالكولاتور ديال السياره وكيحيد منه نظام الادبلو، كيدير واحد السوفتوير اخر اولا كيموديفيه ولا كيروبروغرامي اولا كيهدي. المهم كيديزاكتيفي هذا النظام ديال الادبلو. شنو معنى ديزاكتيفي هذا الاد؟ يعني ان النظام الادبلو كيولي غير مشغل. يعني في بلاص ان الخزان ديال الريزرفوار ديال ادبلو كيوصلوا الليكيد ادبلو وكي من تما كيدوز فيها واحد المضخه، هذيك المضخه كتدفع كتانجيكتي كتدفع هذاك الادبلو كيدوز لواحد الانجيكتور اللي كيجي في هذاك الكاتاليزور فين كتسمى عمليه ديال التحويل ديال الادبلو، كيجي وكي السيد هذا مانولي هذا السيستيم هذا. شنو معنى ديالو؟ ان هذا الليكيد هذا المشروب الغازي وهذا الماء كيبقى في الريزيرفوار، يعني بومبا المضخه ما خداماش. يعني الكالكولاتور كيتعامل على مع السياره على اساس هي ما فيهاش هذا النظام هذا. اذا واخا تخوي اللي خويتي تما راه ما عندك حتى شي مشكل، لان انت مانوليه بطريقه الكترونيكيه. هاي باش نوضح للاخوه. لذلك الله يرضي عليكم ما تشوفوش هاد الفيديوهات وتسيقوه، ما تشوفوش اي فيديو تسيقوه. شوفوا الناس واش عندها مصداقيه، واش شوفوا الناس الفيديوهات ديالها واش غير كتلعب وكتضحك وعامله باغا المشاهدات وباغا الفيديوهات ديالها تنتشر بواحد الطريقه. لان هذه الطريقه ديال يعني ماشي طريقه يعني غير اخلاقيه بطبيعه الحال. علاش؟ لان انت ملي كتعمل فيديو ما كتقولش للناس انا داير هاد الليكيدو اذا ديزاكتيفيو الادبلو ديروا اي ليكيد. هذه هي الطريقه الصحيحه لنشر المعلومه. بالحق تشد انت تبدا الفيديو ديالك وتبدا تعمل تيو وتقول ما خدامش الادبلو ما صالح لوالو، انا كنخوي الماء كنخوي المناضه كنخوي هذا، هذه كتسمى كتغلط الناس وكتدخلهم في واحد المتاهات اللي هما في غنى عنها وكتشحل من الناس. انا اكيد لان اتصلوا بيا اخوان واصدقاء كيهضروا من نيتهم كيقول لك اش اكذوب هذا الادبلو الذهبي. شو السيد هو ما خلى ما عمل، هو عمل المناضه عمل الماء عمل هذه وما وقع له والو. المشكل وقال لك هذه غير اكذوبه. ولكن انا جيت لهنا باش نوضح للاخوان ماشي اي فيديو شفتوه تسيقوه، شوفوا المصادر الموثوقه. شفتوا هذا الاخ هذه الطريقه ديالو باش كينشر معلومه طريقه كتثير يعني كتبروفوكي المشاهد وكتثير الانتباه ديالو وكيبارطاجي المعلومه، ولكن كتغلط الناس يا اخي. لذلك نتاكدوا دائما ونسولوا الميكانيكو ديالنا قبل ما نديروا اي خطوه. بحال الناس اللي الكليان ديالي كاملين اتصلوا بيا وقالوا لي هذا الفيديو هذا الذهبي وشنو هادشي هذا، واش حتى حنا نديروا مناضه ولا الماء ولا شنو هادشي هذا، واش كذوب هذا الادبلو. وديما كتوصينا الذهبي على الادبلو يكون كاليتي مزيانه، ديما كتوصينا الذهبي ان نديروا انتي كريستاليسانتي باش ما يتكريستاليزاش باش ما يقصحش الادبلو ما يتشمعش. ديما كتقول لنا الذهبي نبقاو نديروا الادبلو قبل ما يخوى الريزرفوار مره. ولكن هذا السيد هذا راه كيعمرو غير بالماء وبمناضه وانت. لذلك نتمنى ان نكون شرحت مزيان ونتمنى ان هذه المعلومه هذه توصل بحال هذه المعلومه هي اللي مزيانه توصل باش من الناس ما يطيحوش ما يتبعوش هذه الاخطاء هذه هذا الاشهار الخاوي اللي انا كنعتبره اشهار يعني نقدر نقول غير اخلاقي. لان باش تعطي الناس واحد المعلومه اللي غادا تعجبهم وانت ما قدرتيش العواقب انه غادي يعملوا بحالك وغادي يطبقوا هذاك الشيء بحالك لانك ما كملتيش المعلومه. كمل المعلومه، قول لهم ديروا الماء ديروا مناضه بالحق ديزاكتيفيو هذا السيستيم هذا اللي عندي ديزاكتيفي. شرح طرق المعلومه من جميع الجوانب ديالها باش يكون لك الاجر اذا كانت النيه ديالك انك تاخذ الاجر وانك تساعد الناس وانك تثقف الناس في الميدان ديالك. تحياتي، ما تنساونيش بالدعاء ونتمنى ان هذا الميساج هذا يوصل لهذا الاخ هذا ويراجع الحسابات ديالو. احبكم في الله، تحياتي، ما تنساوناش بالدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.